الانتقال من قائد الوحدة أو قائد القطاع العملياتي الذي لا يتماشى وأهواءهم، وتتم فبركة تقارير سلبية ضد قادة الوحدات. في حال نجاح بعض قادة الوحدات في القضاء على مجموعات إرهابية ينسبون النجاح إليهم بأنهم هم سبب المعلومة، وفي حالة فشل العسكريين أو سقوطهم في فخ الكمائن فإنهم ينسبون الخسائر إلى القائد الوحدة بأنه سؤال، قالت لي كيفاش تصرح من السجن. نورمالمون كيفاش تصرح من السجن؟ انت كنشرح لك كيفاش صرا هذا التسجيل وكيفاش خرجت هذا التسجيلات. انت كنشرح لك، بقاو في اللايف كنشرح لكم. لم يطبق تعليمات مكافحة الإرهاب. المهم هم دائما في عليا، إذا نجحوا، إذا تم النجاح العسكري فينسبونه إليهم، وإذا خسرت العملية ينسبون الخسارة إلى قائد الوحدة. وإن الفريق يتصالح اللعبة، وأعدت استراتيجية خاصة بمكافحة الإرهاب لتجاوز هذه العراقيل التي كان يقودها الجنرال آيت عرابي حسان، رئيس مصلحة البحث ومكافحة الإرهاب سكورات ببن عكنون، الذي انخرط في صفوف الجيش برتبة عريف كقرال. حسن أيتورابي هو الذي كان يشرف على هذه العمليات نفسه في التسجيلات الأولى وفي التسريبات اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي. سي بونويرة يقول لكم بأنه من قام بالحرائق هو حسن أيتورابي، وحسن أيتورابي اقتنى شرائح سيم من دول مثل المغرب وفرنسا، وتبادل الرسائل ودوها لتبون على أساس أنها دليل علمي باش يورطوا الحراكيين ويورطوا منطقة القبائل وأحرار منطقة القبائل، يورطوهم في الحرائق ويوقفوا الحراك ويتهموهم بالإرهاب ويسجنوهم. وكان سائق عند زوجة توفيق الثانية عندما حسن أيتورابي كان عريف، كان كابران. حسن أيتورابي اللي هو الآن جنرال، واللي هو الآن يلفق في تهم، واللي هو الآن في تواصل مع المقصدر، كان كابران. كان كابران، نعم كان كابران. شوفوا راه دركا. كان توفيق مدير لأمن الجيش بالناحية العسكرية الثانية في الثمانينات، حينما كان تحية خوتي الرئيس كابرانات الشافي بالمناسبة. بن جديد قائد الناحية العسكرية الثانية، وكان العربي بالخير أمين عام للناحية الثانية، وزوجة التوفيق الثانية تقطن في مدينة العباس، وكان حسن سائقا عندها في الناحية العسكرية الثانية بوهران. تطورت العلاقة بينه وبين التوفيق، وقام بترقيته تدريجيا لأنه ينفذ جميع قرارات التوفيق بدون نقاش وبتفاني، حتى رقاه إلى قائد مصلحة البحث ومكافحة الإرهاب سكورات الموجودة ببن عكنون، حيث عمد الجنرال حسان عبر بعض حسن أيتورابي كان كابران وكان يخدم شوفير مع مرته الدوزيام تاع توفيق في بالعباس، وشاف عنده ولاء وطاعة تامة ليه، بدا يرقي فيه الى كابران شاف، من بعدها سيرجون شاف، اجيدون شاف، من بعد سو ليتنون، من بعد ليتنون، من بعد كابيتان، من بعد كوموندون، من بعد ليتنون كولونيل، من بعد كولونيل، وراه جنرال دارواك. حسن أيتورابي بعد ما رقاه إلى رتبة عقيد مقدم وعقيد ورائد، ولا يشتغل في الثكنات. من بين الثكنات اللي اشتغل فيها وكنت ذكرتها هي ثكنة سكورات المتواجدة بين حيدرة وبن عكنون والخادم، متواجدة بقرب من 27 فيلا. نزيدو نسمعوا. التائبين مقابل أموال لتجنيد مجموعات إرهابية جديدة متحكم فيها، ينحدر أفرادها من مناطق فقيرة ويتم تلقينهم الفكر الجهادي والتكفيري والتأثير عليهم بحيث يكونون قادرين على القيام بالعمليات الانتحارية وبأن الجنة تنتظرهم. والهدف هو استعمال هذه المجموعات وتمويلها بالسلاح والمعلومات عبر القادة التائبين مزدوجي المهام الذين يهمهم المال فقط لمواصلة السيطرة والنفوذ على مفاصل الدولة بملف مكافحة الإرهاب. ويتم استخدام هذه المجموعات المتحكم فيها التي تمثل حوالي 20% من الإرهاب لضرب أي نجاح مرحلي للمؤسسة العسكرية في القضاء على الإرهاب، بحيث تستعمل هذه المجموعات لضرب كبرياء المؤسسة لتظهر أنها فاشلة في هذا الملف، وبعدها يقوم الجنرال حسان بالقضاء على إرهابيين أو ثلاثة ليتصدر المشهد من جديد بأنه هو المسيطر على ملف مكافحة الإرهاب، مثل
مثل ما حدث في حادثة 2002 لما خطب الفريق العماري على التلفزيون. الفيديو موجود في تسجيل قناة الجزيرة، حيث أعلن الفريق العماري بأنه سيطر على الأصولية والإرهاب. وبعدها بأيام قام الجنرال حسن باستدراج عسكريين إلى كمين للإرهابيين، حيث أحدثوا خسائر فادحة بالعسكريين، وهذا لضرب شوكة الفريق العماري وإظهاره بأنه فاشل في مكافحة الإرهاب. حسن أي ترابي اللي تهم الارهاب الحركيين، حسن اي ترابي اللي راهو يعتقل في نشطاء الحراك ويلفق لهم في تهم الارهاب، حسن اي ترابي هو اللي كان يتآمر مع جماعات ارهابيه ويبيعهم السلاح ويجند، وشهاده حيه من قرميط بونويره سكرتير خاص للقايد صالح، شهاده حيه صوتا وصوره، راه يقول لكم بانه حسن أي ترابي هو الذي كان يجند الجماعات الإرهابية من أجل اغتيال جنود، وهذا بعد تصريح العماري. قال لك كان حكم سكورات، وبعد تصريح العماري يقول لهم رانا متحكمين في دواليب الحكم وكذا من هيه. حسن أي ترابي واش دار؟ استدرج في 2002 استدرج العسكريين وقام بفعلته واغتال عسكريين باش يبان العماري فرشة ويخرجوا فرشة وما كان والو، وهو يبقى دائما مستولي على الحكم ويبقى دائما في سدة الحكم بحجة مكافحة الإرهاب. لضرب شوكة الفريق العماري وإظهاره بأنه فاشل في مكافحة